الأشعة اللي احنا شايفينها دي لشاب عنده حوالي 25 سنة. الشاب ده للأسف اي في دراج اديكت، يعني مدمن وكمان بيتعاطى بالوريد. طبعا زي ما انتوا شايفين الأشعة مدمرة تماما، رئة كاملة بايظة تماما، يعني أقل حاجة يشيل رئة ويعيش بالتانية بعد ما نعالجها كويس. طب ايه سبب هذا الأمر؟ سبب هذا الأمر الإدمان نفسه بيوقع المناعة بطريقة رهيبة، والشخص بعد ما خدنا منه تاريخ مرضي في الغالب قال انا عندي ضرن وما بيتعالجش منه لانه مدمن مش قادر يقعد في مستشفى او قادر ياخد علاج الضرن ويلتزم بيه. هو اهم حاجة عنده ياخد الجرعات بتاعته ويمشي على الجرعات بتاعته. فالادمان اصل المصايب. يعني ايه اصل المصايب؟ يعني ممكن يعمل لنا التهابات على عضلة القلب، خراريج على القلب، وممكن الخراريج دي توصل للرئة، وممكن يجيب لنا مشاكل كتير جدا منها الفيروسات المشهورة زي ال HCV فيروس سي يعني، و HPV فيروس بي، والايدز او الاتش اي في. دي كلها فيروسات ممكن تيجي من الادمان. برضو الادمان بيخلي الشخص غير منتج في حياته، وبرضو الادمان بيسوق لحاجات غريبه جدا زي السرقه، وبعض الاحيان تبقى عارف ان الشخص ده حقن بالحقنه دي والحقنه ديت ملوثه، وكمان هو عنده فيروس سي وهتنصاب وما يفرقش معاك لانك مسيطر عليك فكره ان انت تاخد الجرعه وتوصل للمود بتاع الادمان. وسكه الادمان بتبدا تدريجيا، يعني مش كل المدمنين بيبداوا بهذه الطريقه، كلهم بيبداوا بتجربه او مود اكتئاب او اي مشكله حصلت فيبدا ياخد حاجه عشان خاطر ينسى، وبعد كده الموضوع بيتطور لعند ما يوصل لهذه المرحله. فاوعى تبدا هذه المرحله. الحل الاساسي ان انت توقف المرحله دي من الاول، وتوقف دخول الباب ده من الاول. زي ما النبي بيقول اتقوا الشبهات، يعني ما تحومش حول المعصيه عشان خاطر ما تخشهاش. اقفل ابواب هذا الامر. يعني التدخين قد يكون سبيل فما تدخنش، المدخنين قد يكونوا سبيل ما تقعدش مع المدخنين، الحشيش والبانجو والحاجات المشهورة قد تكون سبيل، هي غير مضرة زيهم طبعا ولكن قد تكون سبيل فما تخشش في هذه المرحلة. الكحوليات قد تكون سبيل برضو ما تخشش في هذه المرحلة. اتقي الشبهات علشان خاطر انت مش عارف الموضوع ده ممكن توديك فين. وبرضو استعين بالله لانك بنفسك ما تقدرش تعمل حاجة. استعين بالله عشان خاطر يقدرك تحمي نفسك، ويقدرك تحمي ولادك، ويقدرك تحمي بيتك من هذا الامر الخطير. والسلام عليكم.